خليتكم تسمعوا الصوت ديال التقرميشه اللي كتجي رائعه. كنافه بالفواكه الجافه كنحتاجوا واحد الكميه ديال الكاوكاو واللوز، كيبقى اختياري، ديروا الحاجه اللي بغيتو. طحنتها مع واحد كميه السكر وشويه ديال الماء الزهر. غتلقاو جميع المقادير في صندوق الوصف. خديت الكنافه ديالي وحليتها مزيان، وخديت واحد المقلاة، ممكن تخدموا مقلاة لاصقه ولا مقلاة غير لاصقه اللي بغيتو. كندوب فيها الزبده والزيت. درت لاكوش الاولى ديال الكنافه ديالي وضفت الزبده في الجوانب ودرت لافاغس ديالي في الوسط وغطيتها من الفوق. هنا من بعد ما تحمرت لي تقريبا خدات 15 دقيقه، قلبتها بهذه الطريقه في الطبسيل وعاودت ضفت الزبده وشويه ديال الزيت، سخنتهم، عاد قلبت الكنافه ديالي على الوجه على الظهر ديالها باش يطيب الجزء الثاني. فهي كطيب على نار متوسطه، كتاخذ من 15 حتى ل 20 دقيقه على حساب الحراره اللي كتخدموا. هنا كنحاول نزيد شويه زبده في الجوانب وكنجمع الجوانب بهذه الطريقه. فكنت درت جوج ديال الاحجام، هذه اللي كبيره ودرت وحده صغيره في المقلاة اللاصقه، وحتى هي صراحه جات زوينه بزاف. غير حاولوا انكم مجرد تحيدوها من المقلاة غادي تسقيوها مباشره بالعسل. انا خدمت العسل مباشره، ما تسقيوهاش بالقطر لانه يخليها تكون رطبه. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. نتمنى انكم تجربوها وتعجبكم، وإلا عجبتكم ما تنساوش تطاقيوني في لي ستوري ديالكم.